طب حضرتك يمكن يعني الحيرة هي أقل شيء يمكن أن يوصف به حال الشعب المصري أو المواطن المصري في التوقيت الحالي. البعض أصيب باليأس والبعض الآخر عنده نوع من الطمأنينة، خاصة بعد قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، سواء كانت قرارات سياسية أو بعد يعني زياراته والعلاقات اللي عملها بدأها مع دول شرق آسيا مع الصين وغيرهم ومع أفريقيا. عايز أعرف مستقبل القطاع الاقتصادي المصري في هذا التوقيت. يعني عايز أعرف أوصل المعلومة للمستمع أو المشاهد. هل أنت في أي شيء ممكن يؤهلك أنك تطمئن في المستقبل على الاقتصاد المصري، ولا هنرجع لحالة اليأس مرة أخرى ولا إيه؟ طيب، في الحقيقة السؤال ده عندي يمكن أهم من كل الأسئلة، لأن متعلق بالوضع الراهن الذي نعيشه اليوم وغدا وبعد غد. تولي الرئيس مرسي كنت أنصح به منذ عامين تقريبا، لأني ولو أني لست من الإخوان إلا أني أعرفهم جيدا وأعرف جهودهم ونشاطهم وإخلاصهم الحقيقي للمجتمع الذي يعيشون فيه، وإخلاصهم أكثر لدينهم. أنا مشكلتي ومصيبتي الكبرى في مصر هي مشكلة الفساد الذي استشرى في عظم الدولة المصرية. الناس دي على حسب معلوماتي عنهم أنهم لا يقبلون الحرام تدينا، ليس خوفا من قانون الذي يتهرب منه الفاسد بسهولة جدا، الذي يتقاسم به الفاسد مع من يتولى أمور المحاسبة. فهذا الفساد لن يكتس من جذوره إلا عن طريق أناس مخلصون يخافون من الله ولا يخافون من القانون. هؤلاء هم الذين نصل بهم إلى شط الأمان ونصلح ما فات. هذا الفساد محتاج فعلا إصلاح. طيب، هل أنت متفائل بتولي محمد مرسي وإخوانه أمر الدولة؟ متفائل جدا. متفائل ليه؟ لأن أعرف إمكانيات مصر معرفة جيدة، وأنا حد أمثلة، ولن يكون كلامي هكذا هباء منثورا أو إن كلام إنشا، لا، من خلال الواقع بيقول أننا نعيش على 5% من مساحة مصر. ال 95% الآخر غير مستغل. 95% عندما أسافر إلى الصعيد أو إلى المنطقة الشمالية أو إلى سيناء أجد مساحات واسعة جدا مليئة بالخيرات. وحضرب مثال بسيناء، يمكن أنا لسه راجع من كم يوم من سيناء، فقبل ما أدخل شرم الشيخ ب50 كيلو أجد جبالا من الذهب والنحاس. الجبال الحمراء، الحجارة الحمراء دي ممكن تكون إيه؟ تكون تراب؟ لا ورب الكعبة، إنها معادن إما نحاس أو ذهب أو معادن ثمينة جدا جدا جدا. موضوع منجم السكري اللي رائحته فاحت وبنطلع منه وبناخد 3% وبعدين تبقى 11% و9%، وبعدين كمان ما نشوفش إلا بعد ما الحاجة المعادن دي تطلع بره تروح استراليا، وبعدين يجيبوها يوزنوها بعد ما يستخرجوها. احنا مش عارفين خيرنا اتلعب فيه ازاي في الطريق وهناك في البلاد الأخرى في بلاد الأعاجم. هل الموازين دي صحيحة ولا لا؟ طيب، والنسب، هي الموضوع ليس مش محتاج أجهزة ذرية عشان تعمل أو تخلي، ده تراب بينقى، محتاج أجهزة نشتري الأجهزة، محتاج خبراء عندنا. أمال كليات العلوم دي بتشتغل إيه في الجيولوجيا وفي المعادن وفي خيرات باطن الأرض؟ المفروض العلماء دول يتحركوا وبإيديهم ينقلوا كلياتهم وينقلوا أقسامهم وينقلوا الباحثين اللي معاهم، ينقلوهم على أرض الواقع في الصحراء في قلب الجبال، ويطلعوا لنا كنوز هذه الجبال اللي مليانة ذهب، اللي مليانة نحاس، اللي مليانة فلزات. موضوع أيضا الرملة المصرية، اكتشفوا عندنا في بلطيم واكتشفوا في مناطق عديدة في سيناء هذه الرمال التي تصنع منها معادن، اللي هي المعادن الفلزات اللي بتؤدي إلى متانة الطائرة، يعني اللي بيصنع منها الرمال دي. كيف تباع الطن أو يباع الطن ب$70، مع إن إحنا لو صنعناه هنبيع الطن بحوالي $3000.
فرق كبير ما بين 70 دولار وما بين 3000 دولار. يا جماعة هذه خيرات مصر، سواء كانت زراعة أو كان تصنيع أو تعدين. التعدين ده موضوع خطير جدا، يقدر يشغل عمالة كتيرة قوي من العمالة اللي بنقول عليها في حالة بطالة أو في حالة بيعدوا من العاطلين، نستطيع أن نستخدم هذه العمالة. أما العلماء فهم موجودون في كل كليات مصر. كليات العلوم، أكثر كليات في مصر هي التجارة والعلوم. العلوم دي ما بنستفيدش منها الآن بحاجة، لا، نستفيد بها من خلال التعدين ومن خلال استخراج خيرات مصر. مين اللي بدأ يشتغل على الكلام ده؟ أعتقد إن الهيئة الحاكمة دلوقتي وعلى رأسها محمد مرسي، اللي هو بدأ ينظف وينقي، بدأ يشيل الزبالة. أنا في الحقيقة اللي بيجعلني متفائل إن في خلال 60 يوم 60% من الزبالة أو يمكن 65% من الزبالة اتشالت. ده رائع، لكن الناس ما بتقدرش. يعني أنا عندي في محافظة كفر الشيخ، وعندي في منطقة مدينة نصر، وفي منطقة الدراسة. النهاردة أنا اتعمدت النهاردة إن أنا ألف في مدينة نصر وألف في الدراسة وأسأل أهلي في كفر الشيخ، قالوا لي إن في أعمال إزالة للزبالة وتنظيم لحركة المرور ورفع بعض البلطجية الذين يستغلون أعمالهم في مجال التجارة وغير ذلك ويقطعون الطرق وغير ذلك. بدأت تزال هذه الإشغالات. كل ده شيء عظيم جدا. يا ريت كمان نستمر في إزالة الزبالة، وأنا مصر أعود الزبالة من الفاسدين اللي موجودين في مواقع الحكم المختلفة اللي هم لا يصلحون لهذه الأعمال. كل المميزات التي رأيناها في خلال 60 يوم أعتقد أن كانت تحتاج يمكن سنين. موضوع فك الارتباط أو فك الصراع بين المجلس العسكري وبين السدة الحاكمة في الدولة بيحتاج سنوات طويلة، وفي تركيا يحتاج 10 سنوات. إنما احنا الحمد لله إن ربنا أكرمنا فكينا هذا الارتباط. ودي دعوتي على فكرة، دي دعوتي التي نادى بها زعماء الأمة اللي هم الزعماء الشعبيين عندما دعوت بصفقة بين الشعب وبين المجلس العسكري. الصفقة كان بتقول إيه؟ كانت بتقول براءة المجلس العسكري من أي اتهام بالحق أو بالباطل، في مقابل استقرار البلاد، ترك الحكم للمدنيين. الكلام ده أنا قلته من حوالي 8 شهور ونزلته على الفيسبوك، يمكن على آلاف الصفحات، بنزل ما أكتبه على آلاف الصفحات. فوجئت إن صفحة حجازي بيقول بيه، فوجئت إن غزلان اللي هو المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين بدأ يقول بيه، فوجئت إن هو بيتطبق من حوالي أسبوعين، وتم فعلا تمت ما يشبه الصفقة. أنا يعني أطلقت الصورة وهم ينفذوها بالشكل اللائق. كون إن هم نفذوها بشكل بسيط، بشكل معقد، بأي شكل من الأشكال، المهم إن البلد تنفست الصعداء من الصدام الذي قد يحدث بين العسكريين وبين المدنيين. وده انا مش عايزه، لان الاثنين اهل، الاثنين اسره واحده، الاثنين في واحد عسكري وواحد مدني، الاثنين من اسره واحده او من قبيله واحده او من عائله واحده. فانا مش عايز صدام، لان البديل كان انهار من الدماء. حتى انا قلت كده في البوستات اللي بكتبها، قلت يا اخوانا البديل لو ظل المجلس العسكري وطالب الشعب بالمدنيه وحدث صدام مش اقل من 1,000,000 شهيد.